لو سألتك إزاي هتكون نهاية العالم، خيالك ممكن يوصل لفين؟ العالم حوالينا بينهار، نهايات كتيرة متوقعة الكل بيحذر منها. حروب نووية، كوارث طبيعية، ذكاء اصطناعي خرج عن السيطرة، أو حتى غزو فضائي من كائنات فضائية لتسحق الجنس البشري. لكن في نهاية واحدة ممكن تكون هي أكثر النهايات رعبًا. بس قبل ما أتكلم في أي تفاصيل ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. أنا هشام صلاح وانتوا على قناة دهاليز، وتعالوا أحكي لكم كل التفاصيل. المشهد اللي انتوا شايفينه قدامكم ده مش خدعة سينمائية ولا هو فيديو اتعمل بالذكاء الاصطناعي. ده مشهد حقيقي لحشرات بتمشي وبتتحرك وهي ميتة. ازاي الحشرات دي وصلت للحالة اللي هي فيها؟ وايه السبب اصلا في وصولها للحالة دي؟ والسؤال الاهم والاخطر، هل اللي حصل مع الحشرات دي ممكن في يوم من الايام يحصل مع الانسان؟ خلوني احكي لكم الحكاية من اولها. في مكان بعيد جدا عن حياة الناس، وفي اعماق الغابات الاستوائية وقمم جبال الصين، في حياة تانية مختلفة تماما بتتولد. حياة أقل ما يقال عنها إنها الرعب بذاته. كائن رغم إن حجمه صغير جدا إلا إنه عنده القدرة على التحكم في الجهاز العصبي والعضلي لضحيته بالكامل. ده مش بس بيتحكم، ده بيحولها لكائن حي من بره لكنه ميت من جوه.